وعنده في موريال. باه لاباس عليه وخلص عليه وقرا في الخارج. فين قرا ولدي؟ في كندا. حتى تولي 4 سنين، حتى تدوز 4 سنين دوز حتى في الفيزيك ولا في الشيمي ما عنده مشكل. ومن بعد كتجي كدوز على الامتحان عاد تقرا القانون، ولا بغيت تقرا القانون خصك 19 في المعدل. راه الانسان ما فيه عظم، انت موزن كلامك الى عاد غادي تتكلم، وخاصك تتكلم وتعرف كيفاش تخاطب المغاربه. انا لاباس عليا ولدي قريته في كندا وعنده 2 الاجازات، والاجازات اللي عندنا حنا هنايا ودبلوم الدراسات العليا والماستر والدكتوراه اللي عند عباد الله، يعني شنو هي؟ والله الا كلام غير مسؤول، وراه كيحبط من العزيمه ديال مجموعه من ابناء المواطنين المغاربه اللي ما عندهم فلوس، واللي كيقراو في المدرسه العموميه والجامعه المغربيه اللي عطات اجيال وكتعطي مازال. ونحن كنفتخروا ان كننتموا لهذه الجامعه وجزء من هذه الجامعه. والله العظيم وما غاديش نقولها لكم نكته، اقسم لكم بالله العلي العظيم ان لا اعرف اساتذه دكاتره ويدرسون في الجامعه كاساتذه عرضيين وسقطوا، ويقولوا المسطره الجنائيه يطلعوا نزلوا نطلعوا عندك، ويقولوا التجاري ويقولوا المدني ويقولوا الاداري. يعني انا واثق من كفاءتهم كما انا واثق من كفاءه العديد من الطلبه والطالبات اللي درسناهم على مدار 20 سنه داخل الجامعه، واللي سولت فيهم قال لي ما نجح، وكان هاد الناس هادو كلهم ما نعرفش شكون عليهم تبلوكاو في هذا الامتحان، نجحوا في جميع الامتحانات، جاو حتى المحاماه. وسبحان الله سبحان الله، انا اليوم راه كنتكلموا على واحد المفهوم ديال خاصه المحاماه، ديال التوريث ديال المهنه. واش غير اللي في مهنه يورثها لولده؟ واش غير اللي في مهنه ضروري ندوزها؟ ودابا راه حتى راه ما كتشوف، راه كنتاخذوا النخب السياسيه كنتاخذوها وكنضلوا نتاخذوا فيها، وكنقولوا التوريث كاين في المجالس المنتخبه وكاين عندنا في البرلمان وكاين عندنا في مجموعه من المجالس. اليوم ينتقل بشكل مفشن ومفضوح. احنا راه لا نتهم احدا ولا نشكك في نزاهه احد، ولكن كنقولوا على انه هذه المباراه اللي تقدم لها 70,000 من حامل مجموعه من الشواهد من الجامعات المغربيه ومن اولاد الشعب المغربي، ونجحت منهم 800، ومن بعد طلعتها 2000 في خرق سافر للقانون. على اي بناء على ماذا؟ بناء على اي معايير نجحت 800 اللي عندها الاستحقاق تنجح شويه ولات 2000؟ كيفاش درتوا لها؟ اذا هناك خلل الماء، وكنقولها وكنأكدها. احنا لا نتهم احدا، ولكننا نتساءل مع المتسائلين، نتساءل عن المتسائلين. نحن والله العظيم لا كيبقى فينا هذا الشيء الذي يقع في وطننا، من فضيحه التذاكر في المونديال الى الانجاز الكبير اللي حقه المنتخب المغربي في كاس العالم، الى الانتكاسه اليوماتيه مع نهايه 2022 كنختموها بهذا الاشكال هذا اللي مطروح اليوم للنقاش العمومي، واللي الوزير يتحمل منه جزء كبير. على الاقل سيدي ما تتكلم وما تقول ولدي يقرا في كندا، ولا تقول انا لاباس عليا، دير بيان توضيحي من الوزاره ديال القتال. ولكن باش تخرج وتتكلم راه كنقولها لك، راه تزيد الطين بله، وراه كتزيد. انا تصريح انا نقولها لك مع كامل الاحترام والتقدير، بالنسبه لي انا تصريح مستفز. يعني انك تقول لي ما عنده الفلوس ما يقرا، اللي ما قرا في كندا ما ينجح. يا سيدي من حق ولك ينجح، من حق اولاد جميع السياسيين وغيرهم والمسؤولين ينجحوا. احنا ما قلنا حتى شي حاجه اذا كانوا يستحقون واذا كان بالكفاءه ديالهم، ولكن بالمقابل يجب ان لا نصادر حق ابناء الشعب اللي ما عندهم لا باك صاحبي ولا عندهم اللي يتدخل لهم، ولا قراو في كندا ولا قراو في سويسرا ولا قراو في فرنسا، ولا ملي يقدروا يقراو فيها لا نحنا ولا هما. وتجي وتهضر هاد الهضره هذه راه تبرر ما لا يبرر، راه تبرر ما لا يبرر. في الحقيقه راه انا اعجز عن الكلام، كما كيقولوا التوانسه تحب تفهم الدوغ. راه عينا ما نفهموا مجموعه من التصريحات، مجموعه من الحوايج اللي تقال في مجموعه من المجالات، وعينا نسرطوها ونشربوها مع كاس من الماء، ولكن حتى لهذه والله انا ما بقات تسرط ليا. اذا نحن راه اليوماتيه كنطالبوا باعاده النظر في مجموعه من الامور اللي خرجت عن السياق ديالها، وكنقولوا لهاد المسؤولين والوزراء ديالنا راه عندكم واجب التحفظ. راه على الاقل حتى الا ما حققتوا شي حاجه غير عاونونا غير بالسكات، عاونونا غير بالسكات. الله يهديكم، راه هذا الوطن يحتاج الى من يخدمه ويحتاج الى من يهز به، ماشي اللي حطمه واللي ينهيه.